هتموتوني عشان تبروا قلم؟ مدفع. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. بس يا سيد، ده انت ذبحته كفايه. ما اهو. جاهز يا حسين؟ تمام يا فندم. كنت فين من ساعتين؟ بقول لك كنت فين من ساعتين؟ كنت مع سيادتك يا فندم. ايه ده انت مالك انت وانا بسألك انت تقعد تشوف شغلك وتكتبه بس. اقعد. شيء عجيب والله. انت كنت فين من ساعتين؟ انت بقى بقول لك كنت فين من ايه ده اللي بيلعب جوه ده؟ موته اللي جوه ده خالص. سرحان عبد البصير مربي خنازير في صدره يا سعاده البيت. سرحان عبد البصير رد عليا. كنت فين من ساعتين؟ يعني من الساعة 6 للساعة 8. ان في النون. ايه؟ في النون. بتقول ايه؟ في النون. خف عليه شوية عشان افهم. في التلفزيون. التلفزيون كويس. وقبل التلفزيون؟ الناحينات. ايه؟ الناحينات. يا ابني بتقول ايه؟ في الناحينات. يا بقى خف. في جنينة الحيوانات. في جنينة الحيوانات. كويس. من امتى؟ يحيى. يا ابني فسر. في يحيى. يا بقى خف. حوالي الساعة 4. حوالي الساعة 4. حوالي الساعة 4. يعني يا سرحان من الساعة 4 لغاية الساعة 5:30. في الناحينات. وين ناحية؟ ناحينها بهبو. ايه؟ ناحينها بهبو. يا بهاء خف. بتقول ايه؟ لا بيد انا بكح. اتفضل يا سيدي، كح على كيفك. ثانية واحدة لو سمحت. سرحان، أنا عايزك دلوقتي تقول لي بكل صراحة وبكل دقة. اوعى بلا دقة بلا نيلة بقى. إيه عاوز إيه أنت؟ انت بتستجيع على الأرض ليه؟ أنا بقول له هو، أنت بقى فين على الأرض؟ أنت بقى وبقى هات أصحابك يدفوا هنا على الأرض. سيبه. تعمل إيه أنت في جنينة الحيوانات؟ أنا بروح هناك كتير يا سعادة البيه. ليه؟ اللي غاوي أنا يا فندم. غاوي الأسود والنمور والتعابين لا غاوي أرانب أنا. أرانب؟ أيوه. مين كان هناك النهارده؟ فين؟ في الجنينة. كان في محمد هنا. مين محمد؟ أنا مش عرفني ضروري واحد اسمه محمد كان. أنا هعرف كل اللي في الجنينة. أنت كنت لوحدك ولا معاك حد؟ كنت لوحدي. تثبت إزاي إنك كنت في الجنينة؟ التذكرة لسه معايا. وريني التذكرة. الحمد لله عليها تاريخ النهارده. النهارده؟ ما كانش عليها التاريخ هتلاقي التذكرة. فين يا ابني بس؟ التاريخ مكتوب تحت حدائق الحيوان بال. ايه ده يا ابني؟ ده انا هدور في ده كله. انا هنام شويه كنت دورت بقى عشان انا تعبان. طلع التذكره بسرعه. يلا ندور مع بعض لو سمحتوا خدمه يعني. ده حسين معانا بدل ما انت قاعد كده. يلا خلصني. جنيه ملك، نص ملك، مريضك تابع، ربع ملك. ايه ده؟ الطغاة دي على ربع جنيه ملك. ايه ده يا شويش حسين؟ ده اللي بيحصل هنا ده؟ انتباه منك انا، انتباه. تمام يا فندم اهو. طب اصبر عليا. اثبت ازاي انك دخلت الجنينه؟ التذكره مع حضرتك اهي. انا بقول له هو وبعدين انت عليك ربع جنيه، قلت كتابه وما جاتش كتاب. انا عايز الربع جنيه بتاعي دلوقتي. سرحان عبد البصير انت في الجنينه. تعالى هنا. اسمع، انت مالكش دعوه بحد هنا خالص غيري، فاهم؟ مش جايز لقيت التذكره دي على باب الجنينه؟ لا بعيب بقى، اسال عبد الشافي افندي. مين عبد الشافي افندي؟ موظف الشباك، قطعت منه تذكره بقرشين. يعرفك منين عبد الشافي افندي؟ عبد الشافي يعرفني، اصل انا اتخانقت مره مع العسكري بتاع الجنينه. ليه؟ ما رضيش يدخلني. ما رضيش يدخلك ليه؟ كان معايا ممنوعات. ايه؟ ممنوعات ايه يعني؟ اصلهم قفشوني. كان معايا خاص. كنت انا شاري بحشه شخش. ايه؟ بحشه شحش. ايه؟ بحشه سحص. ايه؟ 5 ساعة بتقول ايه؟ بعشرات قروش خص. بعشرات قروش خص. ايوه فشرها كويس. انا باشا خلاص بس
لا اسكت خالص. اسكت خالص. تعرف تقول قميش نفيشه نفش يفش قفيش نفشكو ما نفش. ايه قفشكو ده كمان؟ طب تعرف تقول طبق طبقكو يطبق في طبق طبقنا زي ما طبق طبقنا طبق طبق طبقكو؟ تعرف تقول دي؟ ايه؟ طبق طبقكو يطبق في طبق طبقنا. طبقكو في طبقكو زي طبقكو. بريلا الله ناقصوا شيلين الغاز فوازير ولعبيان انت ولا ايه؟ اكتب يا حسين بعش خش قول له خلصني. بعش قروش خص، اكتب بعش قروش وتكتب بعش قروش مش تكتب بخمسه والباقي. انا عارف كويس اللي بيحصل. الحكومه صار هنا. بعدين كمل. بس فانا كلمت عبد الشافي فدخلنا هو بقى دي. كده ايوه. سرحان؟ نعم. انت فعلا قطعت التذكره. أيوه. لكن ما دخلتش جوه جنينه. لا بيه دخلت. اسال عم سليمان حارس بيت الارانب، اديته جزرتين عشان ياخد باله من كلباله. مش ولدت كلباله؟ نعم. جابت تيمور وهندي ومنجاوي. ايه دي؟ كلباله. كلبلة ايه؟ الارنبه. ارنبة ايه؟ بتاعت الجنينة. جنينة ايه يا جدعان؟ انت هتجنني هنا معاك انت ولا ايه؟ انا بسألك في جنينة قتل، انت ترد على اسئله انا بسألها لك وبس. انت فاهم ولا لا؟ الله ده حاجة عجيبة قوي كده. ده بيسألوا سؤال يقعدوا لي كلبالة بتشرب سجاير كتير قوي. مش شغلك. اصلهم بيقولوا عارف بقى مضره للصحه حقيقي، وبعدين بيقولوا فيها سيكوتين. السيكوتين بقى ايه؟ بيلبش الست وبعدين بتدفوع على الارض. انا ما عنديش حد ينظف على الارض. أمواتنا أهلا. أمواتنا ناس، أنتم لا تعلموا شعور أمواتنا هم في القبور وأصواتهم تطير تحرسها الملائكة ناحية الصناديق، والملائكة تغني والأموات يغنون. هشتكنا وبشتكنا يا ريس. أمواتنا بهايم. انتوا كمان لما هتضربوا بالرصاص هتشوفوا اصواتكم ذات تطير تحرسها الملائكه. عيب عيب اللي احنا نتنكر لامواتنا ونبقى شعب لا نعرف الوفاء. تفكير رائع يا فخامتك، تفكير عظيم. ده اللي انتوا فرحين فيه. تفكير رائع، تفكير عظيم. فكروا زي ليه؟ لازم انا اللي افكر. في العصايه. في العصايه. عن ابوك ولك كلب. شيل الصيع. خلاص نوعدك بعد كده لان لازم نفكر. قال ايه؟ عايز يفكر. انت جننت يا واد ولا ايه؟ انتوا هنا عشان تنفذوا فكر انا وبس، فاهمين؟ ده شيء طبيعي يا فندم، فخامتك الزعيم الملهم وكلنا بنتعلم من افكارك. دي مش ديكتاتوريه. مين لا سمح الله يرصوا بس دول افكارهم هتبقى منيله بنيله وهيودوا البلد في داهيه. تمام. بص ده شكل وزراء لا خالص. بتاع الداخليه خطوه اللي قدام. سيب ايدك خالص وطي هات حاجه من على الارض. مرجع ايديك. قول ورايا. سهله بيسه سهله بيسه هلا هلا على البعليصه. اقول لحضرتك سهله بيسه هلا هلا على البعليصه. سهله بيسه سهله بيسه الله الله على البسبيسه. ده وزير. لا يا فندم. مش عارف يقول نشيد الجنود البعاليص بتوعنا كما كنت. تعال انت. ده وزير. لا يا فندم. شبه حيوان الاربوع كما كنت. وشايف راسهم كلهم بكروش. الكروش مليانه شحم. الشحم بيسيح في الحر بيطلع على نافوخ يضرب في طاسه المخ يعمل غباء مستديم. وده نظريه علميه معروفه. نظريه ايدي يا فندم. طاسه المخ في الامم على راي الشاعر رب امه امتصت في امخاخها الاتتي فكاتت في اتاتها الاسسي. الله الله الله. رستم. لا يا فندم. قرار جمهوري بتحديد وزن الوزير ب50 كيلو قايم. حاضر يا فندم. وعدين فرصه من 2. بعد كده عاوزينهم واحد اللي عليه زي الجرام هفضل وراه بالجزم لغايه ما يخس. بس 50 كيلو انا مفيش خالص. هيبقى في شويه استثناءات. هنعتبرك من اسر الشهداء. الله يخليك. انا كنت عايزه من دماغي بتوجعني. انا عندي موضوع على جانب كبير من الاهميه وانا واثق انه هيكون له جوانب اقتصاديه وزراعيه وصناعيه وهيخلي البلد ان شاء الله مهلبيه. ووجدت ان الامانه الديمقراطيه تحتم الا انا اعرض الامر عليكم لان انا تعودت لا انفرد برايي ابدا. انا طبعا خدت قرار وخلاص مش مستني رايكم يا بهايم. في دوله كبيره عارضين علينا عايزين ناجروا عندنا زي ما تقولوا كده حته ارض يعملوها تربه فرنجي. حاكم الخواجات ليهم حاجات عجيبه. بس اللي اعرفه يا فخامه الرئيس انهم عايزين يدفنوا النفايات في المقبره دي. والله بدل المقبره هتبقى بتاعتهم ويدفنوا فيها اللي هم عايزينه. احنا مالنا. ده شيء في منتهى الخطوره يا فندم، لان النفايات دي مهما اندفنت بعيد عن سطح الارض بتخرج منها اشعاعات. اشاعات؟ في اشاعات في البلد؟ لا يا فندم، اشعاعات. اكتر من اشاعه. اشعاعات نوويه يا فندم. اشاعات ايه؟ نوويه. نبويه بتطلع اشاعات. اعدموا نبويه. حاضر يا فندم. اشعاعات نوويه وذريه وفوزيه كمان.
اعدام لفوزيه. حاضر يا فندم. نواه. الله، ونوال اخرى ده تنظيم نسائي مضاد. الظاهر يا فندم. اعدام بدون محاكمه. حاضر. ذره. مين؟ ذره. زرت فين ده؟ فين؟ الذره اللي جواها النواه. جوه ايه؟ نواه. الموضوع له علاقه بالبلح. الذره اللي جواها النواه. الذره، ايوه افتكرت، بتاع السنه رابعه. ايوه يا فندم. بتاعت رابعه اول. الذره اللي هي لما يبقى في بتاعه كده تيجي بتاعه تانية، تقوم تيجي بتاعه جنب البتاعه الاولانيه، تقوم تيجي بقى البتاعه الاولانيه ما تقعدش بقى مطرحها، تروح عند بتاعه رخره التانية، رخره ما تستناش، فتقوم بقى ايه يعني شويه يعني في خبص كده في حاجه. مالها دي بتقول؟ بتخرج منها اشعاعات ممكن في المستقبل تدمر الشعب كله. انت وزير ايه؟ وزير اقتصاد يا فندم. ولما انت بتاع اقتصاد مالك انت ومال الذره؟ يا فخامة الرئيس، فخامتك عرضت الموضوع وطلبت الرأي، وأنا قلت رأيي بدافع من ضميري. دافع من ايه؟ ضمير. زعق. مش سامع انا. انت وزير ايه؟ وزير الاقتصاد يا فندم. اقتصاد. يا فخامة الرئيس، أنا كل إخلاص للوطن سواء في فكري أو في عملي. أنا سعيد إن أنا اتعرفت عليك في الوقت المناسب، وسعيد أكتر إن يكون في وزير زيك في الوزارة عندي. هي الديمقراطية بتنشأ من إيه؟ من اختلاف الآراء، وفي النهاية رأي الأغلبية هو اللي يسود. يعجبني طريقة طرحك للموضوع، فكرك منظم، وبذرة الديمقراطية أساسا جواك. أنت عندك أولاد؟ عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. رستم. نعم فندم. وزير الاقتصاد مش هيقدر يكمل معانا الاجتماع. ليه خير يا فندم؟ كان عنده اجتماع فوق كان ناسيه، فكرته بيه زمان ومجتمع براحته دلوقتي. هي دي الطهارة الثورية اللي أنا بحبها. يتطهروا من ملابسهم، بعد كده يتطهروا من أفكارهم الهدامة. دلوقتي إيه رأيكم بموضوع حتة الأرض دي؟ ده لصالح البلد 100%. دي مسألة لابد أن نتمسك بها، لأن البلد في محيك. البلد في مسيس. أنا عندي عيال يا فندم. استنى، أنت منطرونك ما نزلش ليه؟ ده مشاق طبعا. عميل خير. لازم التراب. لازم التراب. اتكلم كويس وانا انزل لك حاجه تانية. انا عايز اعرف رجلين دي ولا صوامع غلال؟ يا فندم، الموضوع ما كانش يستحق العرض من أساسه. مين في العالم كله يا فندم يعرف مصلحة الوطن للقائد الأمة الهمام ومفكر ثورتها العظيمة؟ دمت لنا فخرا يا زعيم الأمة، دمت لنا فخرا. انا اشكركم على هذه الثقه العظيمه، ولكني تعودت لا انفرد برايي ابدا. يا فندم انفرد. انت الشعب والشعب انت. أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت. الاجتماع انتهى. يلا وانت هو كل واحد على وزارته. يلا. أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت. السيد نعيم يا فندم مدير عام المخابرات طالب مقابلة فخامتك. ادخل يا نعيم. فخامة الزعيم. يا نعيم، بقالنا مده ما سمعناش عن اي خبطه من خبطات المخابرات، لا في طياره اتخطفت ولا سفاره اتفجرت ولا حاجه من دي. خير. فخامتك عودتنا اننا نعمل في صمت يا فندم. عارف يا رستم، نعيم ده من عينتك ابليس برضه، بس هو ابوه كان ابليس تخين، انت ابوك كان ابليس ناشف. ايوه. كلنا في خدمه فخامتك. اللي في ايدك ده يا نعيم. ده شريط فيديو طلب رستم باشا يا فخامة الزعيم. ايه يا رستم، انت بتشوف افلام مخله بالاداب ولا ايه؟ لا مش تبقوا تاخدوني معاكم؟ طبعا. شريط يا فندم في حاجه تخص فخامتك. تخصني انا؟ ايوه يا فندم. انتوا صورتوني في مباحثات امبارح. لا ما انا عارفكم. ده الفيلم الاجنبي اللي بيتمثل عندنا في البلد استعانوا فيه بممثل في شبه من فخامتك. شبه من مين؟ شبه من فخامتك. شبه من مين؟ شبه فخامتك. شبه من مين؟ شبه من فخامتك. شبه من مين؟ احنا مسيطرين على الموقف فخامتك. انا ما فيش حد شبهي يا رستم. ما فيش حد شبهي. ما فيش حد شبهي. فاهم؟
انا الزعيم، انا اللي هزيت التاريخ جامد جامد، وطلعت بركانه اللي كان خامد خامد، فجر الثورة البيضة والحمراء والصفرة والخضرة. أنا الزعيم المستديم، أنا الزعيم المستديم. أنا مش بشر، أنا القدر، الأرض ملكي والبشر والشمس تحتي والقمر، حتى المحال سيف انكسر، ولا فيش محال غير إني ما كنش الزعيم. أنا جديد، أنا القديم. قاعد لكم على قلبكم، أنا الملعب المعلم القائد الوالد الحويط الغمور الإنسان الفنان الرقيق المتحدث اللبق المفكر الفصيح المرعب الوحش الكاسر المفترس المدمر السريع الجامد. اللعيب الشرير البحبوح اللذيذ المتمنجد الضرب الممثل الكبير اللئيم النمس الواعر المحترف المدقدق الشجيع الرهيب. جنكيز خان موسوليني وهتلر. أنا أعظم وأضل وأكبر. أراوس جوليوس قيصر. مين دول؟ ميسيو نابليون. ضعيف وبقصة. إيفينا. واحدة ست. ونيرون اللي حرقها وكركر. أنا أعظم وأضل وأكبر وأخطر. وعاش زعيمنا حبيب الشعب، بطل السلم وبطل الحرب، قمر الليلة وسيد العيلة، قائد الثورة والهليلة، كبير الراس والعين والقلب. عاش زعيمنا حبيب الشعب، عاش زعيمنا حبيب الشعب، بطل السلم وبطل الحرب، قمر الليلة وسيد العيلة، قائد الثورة والهليلة، كبير الراس والعين والقلب. عاش زعيمنا حبيب الشعب. عارفكم يا ولاد شعبي بالواحد، عندي ملفاتكم واحد واحد. خليك يا شعبي عبيد ماشي، وماشي جنب الحيط ماشي، أحسن لكم أكرم لكم، وادينا اهو حذرتكم. هتلكك أيها الكيكة، واضرب بلجيكا وأمريكا، وازحف على سراييف ودكة. هتلكك أيها الكيكة، واضرب بلجيكا وأمريكا، وازحف على سراييف ودكة، وابقى زعيم الأرض بحلها.
الطبقات فين الربع جنيه اللي علي؟ انا عايز الربع جنيه بتاعي دلوقتي. تعالى انت، ايه حكايتك انت وحكايه الربع جنيه ده كل شويه؟ ايه؟ ده ايه انت يا جدعان؟ نعم. انت بتشتغل ايه انت؟ انا بشتغل في التلفزيون. ايه؟ معلق رياضي؟ انا معلق رياضي؟ امال دول يبقوا ايه؟ في البرامج النسائيه. لا بيه، انا بشتغل في البرنامج اليومي بتاع الاطفال. هيا بينا نلعب اللي بيذاع كل يوم الساعه 4. هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب بتاع الاطفال، هيا بينا نلعب. ايوه برنامج لطيف مش بطال. بتشوفوا حضرتك؟ لا، الاولاد عندي في البيت هم اللي بيشوفوه. ليك انت اللي بتشوفه بس مكسوف. سنهم قد ايه بيه؟ عزة بنتي عندها 7 سنين وشريف عنده 6 سنين. بس ده يبقى صغير قوي ما يلحقش يفهم حاجه يعني. لا، ده بيفهم كل حاجة. يا سلام. أما ده مخه أكبر من سنه بكتير قوي قوي. وبعدين عارف يا متولي، عايز اقول لك على عندي بقى عمليه يعني. البنت قد كده وبعدين هم بيبقوا صغيرين. البنت بس بقى برضه. عندي معجبة قوي بالأرنبة سمسمة. مديحه. مين مديحة؟ سمسمه. ما انا سفروت. سفروت. ما انا اللي بقول انا ناجح في الثانويه، هي تقول لي عقبال الابتدائيه، انا اقول لها ابتدائيه ده ايه يا اختي؟ بضحك وياك يا عينيا. طب خليك في لم الورد، طب خليك في لم الورد، وجاي لك الكلام. يا سلام بام بام، يا سلام بام بام. بتوزع الناس دي ونقعد نغني شويه. ايه؟ ايه؟ سرحان، ممكن من فضلك تكتب لي اوتوجراف هنا؟ ايوه، اول مره حد يعرفني ويمضيني على دفتر زي ده. لا، عشان الاولاد في البيت. اوعى تكون كمبيالات ولا حاجه. كمبيالات ايه يا ابني؟ ايوه ما انا عارف المعجبين ودوشتهم بقى. خصوصا الاطفال اللي في سن حضرتك كده بيبقوا في منتهى. الاطفال اللي في سن اطفال حضرتك مالهم؟ قلم سكرنه قلم لو سمحت. اتفضل. قلم. اتفضل. اسمها ايه بنت حضرتك؟ اسمها ايه؟ عزة. يا سلام، اسم جميل قوي. عنزة يعني له. عزة. عزة ايه يا فندم؟ عزة أحمد عبد السلام. عزة أحمد عبد السلام. أمال ستك اسمك إيه؟ أحمد عبد السلام. الله، برضو. إيه برضو دي؟ ستك اسمك أحمد عبد السلام وبنتك اسمها عزة أحمد عبد السلام؟ أيوه. ده ربنا له حاجات يا جدع. شوف الصدق، اللي اسمه احمد عبد السلام وبنت اسمها عزة احمد عبد السلام. انا ليا واحد صاحبي كده برضه، بس هو اسمه زكي عبد المجيد وبنته اسمها نادية خليل محمد. الى عزة المقدم احمد عبد السلام. عزة. ما هي عزة هي يا فندم. دي ناقصة نقطة. الى عرة. نقطة. الى عزة المقدم احمد عبد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم من بلد الكفاح المسلح، والسادة أعضاء مجلس الشعب والسادة أعضاء المجالس النقابية يهنئون السادة الوزير بعودتهم من الخارج، ولكن الله سلم علي سفروت. يا ابني ده ايه اللي بتكتبه ده؟ حد يكتب في الاوتوجراف حاجات زي دي؟ واحد يكتب مع تحياتي مع ايه ده؟ ماشي قبل الإجابة. سرحان عبد البصير، تعالى هنا. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ للأقوال. إني لا اللي أنت كاتبها دي. ايه في ايه؟ كاتب سفروت غلط. ازاي؟ كاتبها زفروت بالزين. أيوة. وهي سفروت بالسين. ازاي تكتب سفروت بالسين وهي بالسين؟ انا عايز اعرف. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف تكتب سفروت بالسين؟ كاتبها بالسين يا زفت. ايه ده؟ تعالى هنا. رايح فين انت؟ تعالى. ايه مالك؟ ضربني بوشه على ايدي يا سعادة البيت. معلش، حقك عليا يا سرحان، حقك عليا. اقعد. معلش يا سرحان، نرجع بقى احنا تاني لقضيتنا. قضية ايه يا سعادة البيت؟ سرحان، نعم. انت كنت بتشوف الست عنايات دي كتير؟ ست عنات؟ لا، هي كانت جارتي صحيح، لكن كانت دايما مشغولة الحقيقة. داخل خارجة خارجة داخل خارجة خارجة داخل خارجة. اقلب الورقة. داخل خارجة داخل. ههريك النهارده بقى. صبح وليل، ليل وصبح،
صبحي وسلامون الى الحاج ام محمود، ونعرفكم ان عباس دخل الجيش، اما زينب وعيالها ايه يا ابني اللي بتقوله ده محضر رسمي، ده مش جواب خصوصي. خصوصا الليل ده يعني ساعات دي. ايوه الليل ده طبيعه عملها. طبيعة عمل. انا ساعات كنت اقول يا ترى هي بتشتغل ايه، قلت ضروري ممرضة عشان خاطر حكاية الليل دي بتساعد ناس كتير والله ليها الجنة. حسين لا يا سيدي ما هياش ممرضه. انت تعرف سيادتك انا مرة كنت هسألها لكن خفت اللي قال عليا حشر يعني الحقيقة. سرحان عبد البصير انت سنك قد ايه؟ تديني كام سنة؟ بس بس خلاص ده احنا مع بعض يا جدعان. صلوا على النبي. خلاص سنة 28 سنة. اكتب 28. واذا كنت هتكتب يبقى 28 سنة و5 اشهر ليه بقى انا اتولدت يوم جمعة. سيبك منه خليك معايا انا. مش هو اللي بيكتب. انا عايز ربع من ده ايه حكايه الربع جنيه ده كل شويه بس سرحان. نعم. انت ساكن هنا من امتى؟ انا ساكن هنا من اول ما جيت. وجيت هنا من امتى؟ اول ما سكنت على طول. وسكنت هنا من امتى؟ سكنت هنا من رمضان. انهي رمضان؟ ايه؟ انهي رمضان؟ في رمضان بيجي في الصيف وفي رمضان بيجي في الشتاء. انا جيت في رمضان اللي وراه العيد على طول يعني لازق فيه العيد. يا ابني انت هتجنني. في رمضان ما بيجيش ورا عيد على طول؟ معرفش اصل انا ما بتكلمش في السياسه. مش دخل رمضان في السياسه. من 3 سنين. 3 سنين اكتب يا حسين. وسنين بالسين مش بالزين بقى. ها يا حمار. سرحان قول لي يا سيدي ايه يا حسين؟ ايه اللي جايبك هنا؟ اقعد هناك واكتب يا اخي اقعد. اقعد يا حسين اقعد انا هجيب لك حقك انا بس اقعد. سرحان نعم. الست عناد ساكنه هنا من امتى؟ انا جيت لقيتها ساكنه هنا بيه. كويس قوي. ما لاحظتش عليها حاجه؟ ما كنتش بتزورها؟ لا بيه ما كنتش بزورها بس الله يرحمها كانت دايما تفتح الراديو على الاخر. انا بقى ما اعرفش انام والراديو مفتوح على الاخر فنزلت علشان اشتكي لها. نزلت عندها؟ نزلت في شقتها؟ ايوه. اكتب يا حسين نزلت. ايوه اكتب نزلت. الله وانا يهمني؟ كل العالم بتنزل اشمعنى انا يعني افضل قاعد في بيتنا على طول. فانا نزلت يا بيه عشان اقول لها توت دلوقتي هيكتبها نسلت هو. عجبك الفضايح دي؟ فانا نزلت عشان اقول لها توت الراديو فعزمتنا على العشاء. كويس قوي قوي قوي. وطبعا رحت لها. لا انا الحقيقه الاول رفضت بيه لكن هي الحت يعني. يعني اصرت يعني. هي وبعدين؟ لا الحت هي. ايوه يا ابني يعني اصرت يعني وبعدين كمل بقى خلصني. لا هي الحت بقى. لا هي اصرت بقى. لا انت كنت معايا. اصرت. اكتب يا حسين اصرت. اللي ما تكتبش يا حسين اصرت. انا كبرت في دماغي ودماغي جزمه قديمه بقى. ها الحت غير اصرت. الحت تلح الحاحا. اصرت تصر الحاحا. ليه بقى؟ لان الالحاح فاعش مفتوش بالفتشه يعود على مفتوشاني هو. فتشة ايه؟ هي الحت يا سيدي. الله اكتب يا حسين الحت. لا اكتب اصرت بقى. لا الحت. اكتب الحت. هي لما الحت انا كسفت الحقيقه. فطلعت لبست البدله بتاعتي الجديده وحطيت ريحه بقى. عندي ريحه بقى 7 اب هايله بقى هايله. ونزلت بقى فتحت لي هي الباب. لما فتحت لي الباب بصيت لي كده قالت لي ايه اللي جابك الساعه دي؟ مش تخلي في وشك شويه دم؟ الله يرحمها كانت تعزني قوي بقى. ده قوي واضح. طلعت بقى قلعت البدله بتاعتي الجديده ونمت بقى. نمت والله نمت. كنت هلكان. قعدت اعيط. ليش؟ عشان كنت هي كانت بتشتغل ايه بيه؟ رقاصة في مستشفى؟ في كباريه. ايه كباريه؟ قليلة الادب يعني؟ بطل بقى اللعب ده. لا اله الا الله. وانا كنت فاكرها ممرضه يوم يتضح انها رقاصه. يلا كلنا هنرقص يوم القيامه يلا. رقاصة في كباريه الوردة البيضاء ما انت عارفه. ايوه عارفه. ما هو ده بتاع الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتوره رائيه ابراهيم بتوع المسالك البوليه. ما انا عارف انا انت تسمع انت وانت ساكت وبس. رقاصة في كباريه الوردة البيضاء. ايوه. بعد ما تخلص رقصتها تنزل بقى الصالة تشوف شغلها. طبعا لازم تلم النقطه بقى. لا تفتح. تفتح ايه؟
تفتح يا ابني. ايوه تفتح ايه يعني؟ تفتح يا ابني، تفتح يا عالم، ده حاجه تفتح. تفتح للزباين. والزبائن عندهم ايه مقفول عشان تفتحوا؟ ايوه كل واحد داخل بعلب السلمون وهي تفتح السلمون اللي داخل. سلمون ايه يا جدعان؟ مش بيشربوا سلمون؟ حد بيشرب سلمون؟ ما تفهم بقى يا اخي. ايوه يا فندم. في ناس هبل كده زي حضرتك يروحوا لها الكباريه يفتحوا لها ازايز ويسكي وشامبانيا. وهي ما تجيبش مفتاح معاها من البيت ليه؟ وده الحوج للزبائن. طب اقعد. ايه يا حسين؟ قاعد تتفرج علينا وما بتكتبش؟ لا يا فندم. اكتب يا حسين. لا يا فندم. اكتب يا حسين، اكتب كل كلمه بيقولها. حاضر. وكل كلمه ما بيقولهاش. حاضر. اكتب يا حسين، اكتب. ده حويط يا حسين، ده انتوا هتجننوني انتوا الاثنين. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر. حاجة عجيبة. هو بيشخط فيك ليه؟ ها؟ اصل انت اللي اخدته على كده. ما زمايلك ما هم واقفين محترمين اهو، ما شخطش فيهم ليه؟ لان انت اللي مهزأ. وبعدين عيب يعني، مش شيك منك انت عسكري وهو ظابط يقوم يديك على قفاك. وانت قفاك هيستحمل مين ولا مين يعني؟ مش كفايه في البيت؟ افرض انت مراتك شافتك وانت بتتهزق كده، يبقى ايه موقفك في الامم المتحده دلوقتي؟ تعرض قضيتك ازاي على دول عدم اللي ما حاش له دعوه بالتاني خالص؟ تسكتلوش، اول ما يجي اديله بالبنيه على طول. محدش بيترفد غير بقرار وزاري بقى لعلمك يعني. سرحان عبد البصير. اول ما يجي تخلع الحزام وبالحته اللي فيها الحديده وعلى نفوخ وعدل. قول لي يا حسين. احنا كويسين قوي غيرش الايام انت بعدين عيب يعني، اشمعنى انت بالذات دونا عن زمايلك؟ ايه ده؟ في حاجات كتير. ايه ده؟ ايه ده يا شاويش حسين ده؟ افندم. افندم؟ ده ايه اللي بيحصل ده النهارده؟ اقعد. تقعدش يا سيدي. قول لي يا سرحان، تعرف حق وبعدين معاك انت ما تقعد. والله العظيم ده في عالم جبنات بشكل. طاية. ما تقعد يا حسين يا اخي، مش البيت ظابط اصل انت اللي مدلعه بقى بصراحه. سرحان، نعم. تعرف حد كان بيزورها اسمه متولي مرزوق؟ حد واقف في زورها ازاي يعني؟ يا ابني حد بيزورها بيتردد عليها، بيجي عندها في شقتها. اسمه ايه؟ متولي مرزوق. ده رقاصه رخر؟ يوه. متولي ده رقاصه؟ لا ده الفتوه بتاعها. فتوه؟ ايوه. تعرفوا ده حسين؟ مش غدري كتخبه كده ولا انت عارف؟ يعني ايه فتوه؟ يعني كبابجي؟ يا ابني كبابجي. امال ايه يا يا ابني ما فندم؟ تفهم بقى. امال ايه؟ اللي زي عناد دي في ناس كتير تطمع فيها. أيوة. يوم لازم حد يحميها، وعشان يحميها لازم يقبض، وعلشان طب يقبض ايه اللي يجبرها تعرف الرجاله الوحشين دول بيه؟ شغلها كده يا اخي. وجايز كمان تعزمهم بالليل عندها في البيت. تعزم الرجاله الوحشين دول عندها بالليل؟ امال وجايز كمان تعال. وده هتكتبها ازاي يا حسين؟ اكتبها بالحبر السري بقى. كل ده كان بيحصل عند الست عنايات بالليل. اتارينا نهار اخر اقول للرجاله كانت بتطلع محترمه وتنزل مش محترمه. والله بتلاقي راجل من دول طالع اول الليل محترم ونشيط قوي، اخر الليل بقى تلاقيهم نازلين يا عيني. اتاريني مره وانا طالع لقيت واحد نازل زحلقه على الترابزين. يا عيني يا
عنايات يا اختي. يا حنينه يا اختي، يا مزحلقه الرجاله يا شابه. يا سلام، بتعيط عليها حضرتك دلوقتي ليه؟ صعبانه عليك؟ محموق عليها؟ محموق المليجي. عليك. نعم نعم. شفت المنديل ده قبل ده كده؟ منديلي. متأكد؟ على الارنب بتاعي. اكتب يا حسين. جبته منين ده يا خبر؟ ده كله دم. المنديل ده لقيناه جنب القتيله. شفت بقى حسين، الستينات طلعت رقاصه وحراميه كمان. بطل استهبال ورد عليا. نعم. اخر مره شفت فيها عنايات امتى؟ النهارده الصبح بيه قبل ما اروح الجنينه. كنت عندها؟ لا، اصل انا وانا طالع لقيت محصر النور سايب لي وصل نور ب 93 قرش ونص. انا خفت لا يقطعوا النور، فنزلت اديت لها الوصل واديتها جنيه عشان تبقى تدفعه هي، حتى ما خدتش ال6 سوا ونص بتوعي. انا على السطح يا سمسمه. ايه اللي بهدل الاوضه كده؟ سمسمه بنت يا سمسمه. ايوه يا مامتي، انا طلعت اهو. ايه ده؟ ايه اللي بهدل الاوضه كده؟ هو ما فيش غيره، يبقى جه ونزل، لكن جه منين؟ ده انا قاعده له على الباب العمومي طول النهار، وبالليل لما دخلت تربست الباب من جوه ب3 ترابيس. بتعملي ايه؟ بساوي الاوضه عشان زينهم حبيبي خطيبي لما يجي يلاقي اوضته متساويه. زينهم حبيبك خطيبك؟ جاتك قوي. هو كان خطبك ولا اتقدم لك ولا اتكلم عليكي ولا عبرك؟ ماليش دعوه يا ست ماما، انت قلتي انك هتجوزيهولي، يبقى لازما وحتما انك تجوزيهولي. مش لما نلاقيه الاول يا سمسمه؟ لا، جوزيهولي الاول وبيلاقي على مال. ما ينفعش يا خايبه اللي جايبالي وجع القلب. ما ينفعش ليه؟ جوزيهولي جوزيهولي جوزيهولي. يقطع الجواز وسنينه. يا بنت عقلي مش كده هرشت مخي معاكي. مش قادره يا مامتي، حبه راقد على قلبي زي لية الخروف. انا عارفه ايه بس اللي عاجبك فيه المسلوع ده. عيب يا ماما، ما تقوليش كده على زينهم. زينهم ده راجل ولا كل الرجاله. يا اختي بلانيله، هو الراجل يبقى راجل الا اذا كان طوله 2 متر وعرضه 3 وكرشه 1.25 متر قدام منه وقفاه نص متر زي المرحوم ابوكي. ماليش دعوه بابويا، انا بحب زينهم زي ما هو كده. بحبه يا اخواتي، بحبه يا ناس، بحبه. بس يا بنت خراسي، جاتك نيله. طول ما انت مدلوع عليه بالشكل ده مش هيعبرك. وانا هعمل ايه بتعبيره؟ انا عايزاه يتجوزني. يتجوزني بس يا بنت خراسي، يتجوزني. جاتك نيله عليكم على الجواز في يوم واحد. طيب يا زينهم، وادي قاعده. ولا محمود حرامي، ازيك يالا؟ اهلا يا زينو، مبروك يا سيدي. ايه؟ سمعنا انك اشتغلت في السيما. عقبالك لما ربنا يتوب عليك من السرقه وتلاقي شغلانه شريفه. يا عم، ما الناس كلها اليومين دول بتسرق من بعضيها، هي ما جاتش غير علينا احنا. والله على رايك، انما انت اللي مطلعك على المواسير، اوعى تكون نسيتوا بتسرق شقتكم. اسرق شقتنا ده ايه يا راجل؟ ده انا بتمرن عشان عندي شغلانه وفيها مواسير. انما انت ايه اللي مطلعك بطريقتنا؟ عشان الوليه المجنونه صاحبه البيت ما تشوفنيش. هي لسه عايزه اتجوزك بنتها الهبله؟ هي هبله وبس، ده هي امها الشاب الاتوبيس اللي عامل حادثه. هتفضل تطلع وتنزل كده كتير يا اخويا. لحد ما ربنا يفرجها بقرشين وعزل واديهم بعد كده في الجزمه القديمه. لا، وش معنى القديمه يعني؟ عشان ما عنديش غيرها. ده اتفاش يجي العب على الرحيم. حرام اقول لها خدتنا لزينهم، انما انت لابسه كده ليه؟ اصل كنت هنام. واللي ينام بيلبس كده برضه؟ امال بيلبس ايه يا سيزانو؟ والله ما اعرفش، اصل انا لسه ما دخلتش دنيا يعني الحقيقه. طب وناوي تخشها امتى عشان تبقى تحكي لي؟ واحكي لك ليه؟ ما تخلي جوزك هو اللي يحكي لي. جوزي يا اخي بلانينا. بتعملي ايه عندك يا ام سعيد؟ يا اخويا جيت اقفل الشباك لقيت زينهم اللي قصادنا بيبص علينا منه. انت هتتبلى عليا يا وليه انت؟ مش عيب عليك يا راجل يا موزع؟ تبص على جيرانك وهم في اوضه النوم. انا بصيت على حاجه يا راجل انت؟ ايوه بصيت. مش مكسوف من نفسك لما تقطع علينا خلوتنا. خلوة ايه وانت لابس ده المخبرين اهو؟ خلوة ايه بقى؟ خلاص بقى يا ابو سيد، يلا بينا على جوه. مفيش جوه، انا مزاجي اتحرق ومش هقدر اعمل اي حاجه بعد كده. ايوه اتلاكك يا اخويا اتلاكك. انت من الاول ما منكش رضا. انا يا عم روح، ده انت محتاج عمره من 30 سنه بس بتقاوح. يعني انا مش هتكلم، الواد عبد الرحمن قاعد على القهوه، قول له. عيب يا سينو
تشتم جيرانك بألفاظ بسيئة. الفاظ ايه يا اخويا؟ بسيئة. بسيئة؟ ايوه بسيئة. ده حلويات دي ولا ايه؟ حلويات. وانا بخليك في حالك انت، اصل المصيبه اللي عندك الاول. عاجبك كده؟ اكيد عارف البلاوي اللي انا عارفاها. ادخل يا وش المصايب. احترمي نفسك، انا بقولها ما تخلينيش امد ايدي عليكي، وانت عارفه ضرب الراجل لمراته بالليل مش كويس. انت راجل جاي تتكلم، مش كفايه مره اصرف في الحته، شميت في جليات والنسوش خش جوه. الولايه طلعت راجل. ايه الحكايه يا اخ زينو؟ ما انت عرفت عنه. انا ما اعرفش حاجه عنده، انا بهوش بكلمتين اتاري فيه مصابع. محمود حرامي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا زينو. يا نهار ازرق، ده انت اتشرحت يا جدع. ايه اللي حصل ده يا حوده؟ وانا نازع الماسوره وبتكلم معاه. ايوه. ساعه ما قلت لي القديم، ساعه ما قلت لك القديم جيت اقول ايه لقيت نفسي تحت. ساعه ما قلت لك ايه كده. ايوه يا زينو. عملت انت زي حوده. ايه الله، ليه حوده كده يا حوده؟ لا ونشف قلبي اللي انت. ايه شغلانه ولا انت هتتلككي فيها كل شويه؟ انت مش كفايه سديت نفس الراجل؟ الهي يسد نفسكم ويخرب بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم. سدت نفس الراجل. انت لحقت تنام يا راجل؟ الهي تنام عليك حيطه، الهي تدفع جوز الكوارع اللي انت كلته. عامله له كوارع. خليك في حالك يا زينو ومالكش دعوه بحد. امك اتطلقت وقلت لك روح خدها من الاسم، نسيت اقول لك انا. وادت البسمتين عشان دبه امها المجنونه، ربنا يخرب بيومكم بحق جاه النبي. ان شاء الله يا رب البيت يقع سلام قولا من رب الرحيم. انصرفي يا ارواح الشريره. انا مجنونه يا زينهم. مين اللي قال كده وراء رقبته؟ مين اللي قال؟ انا ومامتي شكلنا زي الاتوبيس اللي عامل حادثه يا زينب. ده كلام محمود الحرامي. حد صدق واحد حرامي برضه معقول؟ انت اللي قايل وانا سامعاك. حد يقدر يتكلم عليك او عن الانسه بالذات؟ لان الانسه دي اصلها رمز من رموز البتلو في العالم العربي. طب تعالى عندي هنا قرب. نادي ولا قرب، كل واحد يكلم التاني من موقعه افضل. عموما هي كلمة ورد غطاها. أنا بعت جبت عم سمسمة من البلد عشان نكتب الكتاب. ما هو بصراحة بقى أنا ما اسمحش إنك تفضل خاطب البنت أكتر من كده. هو أنا خطبتها خالص؟ زينو راحة فين؟ أنت بتقول إيه؟ هو أنت مش مرة يا بنت أنا وأنت بنرسلم حصل يا بنت بين السلم بالليل والدنيا ضلمة. يا نهار ازرق، حصل ايه يا بنت؟ مش قلت لي مساء الخير؟ هو انا عشان قلت لك مساء الخير يبقى خطبتك فيها؟ يا نهار اسود، انت قلت للبنت مساء الخير وعايز تخلى بيها؟ اخلب مين؟ بنتك ما ينفعش تدخلي بيها خالص، دي تخلى بيها وبعصها زي دي مؤسسه كامله، ده عايزه خريطه عشان تتباس. انت بتقولي ايه؟ امال السكن المجاني والاكل والشرب اللي بتدفعهم كل يوم ليه؟ كرم اخلاق منك يا ست ام الانسه. ليه بقى؟ هو انا فاتحه بيتي ملجأ للايتام ولا تكيه للصيع؟ لا الشباب بقول لك دلوقتي بيتكلموا ممثل محترم وعيب يعني. يا اخويا بلانيله الممثل قال طب ده انت كل اللي عملته وباعترافك مثلت دور حرامي. طب اتجوزيه الواحد بيمثل حرامي ليه؟ جوزيه الواحد بيمثل عسكري ولا ظابط؟ البت بتحبك. وانا ما اقدرش عشان البنطلون بس يا حبيبي ولو اني مش عارفه بتحبك على ايه، ده تكنيله في ذوقك الهبال. انا بصراحه ما اقدرش اتجوز الانسه السمسمه لاسباب فنيه. عايز تقول ان بنتي معيوبه؟ هي تخينه قوي ودي مشكله فنيه تبوظ اي جوازه. مش احسن ما تتجوز واحده مسلوعه جلد على عظمه تيجي تحضنها تمسك الهوا، ولا عظمها يخبط في عظمك وانت بتحضنها؟ البنت ما تتحضنش خالص، مفيش ايدين على مقاسها. احضن حته وسيب الباقي. اقدر انت تسيب الباقي؟ ايوه احضن حته وسيب الباقي، ولا انت داخل على طمع يعني؟ طب خد البوتاجاز ده الاول. يعني انا اتجوزها واقسمها وكل ما احضن حته فيها؟ الجواز مش كده يا ست ام الانسه، واكيد انت فاكره من ايام المرحوم. ولا المرحوم ما كانش بيحضن؟ بقى. انت باين عليك نواتي العوض، يكون في علمك انا بنتي مش هفيه، ده انا بنتي وراها عم محترم ياكل الزلط، وانا هبعتهولك تتفاهم معاه. ورايا يا بنت. يلا جاتي نوى. زينو تعالى معايا. اجي معاكي فين انا؟ طب الوداع زينو مش بترد عليا ليه؟
اذا كنت مره قلت لك مساء الخير كنت هتتجوزيني فيها. اقول لك مع السلامه تيجي بعد كده تقولي لي انا حامل. ارجع ارجع. يكون في علمك ان عمها هنا وهبعتهولك دلوقتي اهو عشان تبقى تقول لها مساء الخير يا زينهم. هو الجواز بالعافيه؟ هو عمها مستني ورا الباب يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه انت زينهم؟ بقول لك ايه، ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعك. كلام ايه ده انت؟ وقت في عينك وعين اللي جابك. اتكلم بادب. وانت اتكلم من غير قلاطه. انت اتجننت يا انت ولا ايه؟ تخلي منفوخ قوي تقول لي زينهم. ايوه زينهم وانت عارف ان انا زينهم. واسمع بقى، انا دماغي دي جزمه، هتزود معايا هقلع دماغك اديك بيها على دماغك. شوف لكم حد تاني لزقوا المصيبه بتاعتكم دي. المصيبه اللي بتتكلم عليها دي انت اللي حطيت نفسك فيها برغبتك. يا عم انتوا اللي عايزين تدبسوني وخلاص. الكلام ده خطير وممكن بسببه تروح في داهيه. بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي بكلمك ايه بعد كده في كلام كبير قوي. اصحى اصحى يابا. كلام ايه ده؟ يعني بالجزمه فاكرين نفسكم مين يعني؟ القوات تتقدم. القوات ايه اللي هتتقدم؟ ايه يا نهار ازرق، كل ده عشان سمسمه؟ شوف يا سعاده الباشا، اللي قاعد قدامك ده يقدس الحياه الزوجيه. انا بحب السمسمه. انا اصل مره غلطت معاها بصراحه، ما كنتش واعي وقلت لها مساء الخير. انا عايز اصلح الغلطه دي واتجوزها يا سعاده الباشا. ولو عندكم بنات عطلانه عن الجواز في العيله اشيلهم بالمره. ولو والدة حضرتك ارمله اهلا وسهلا. الله، امال مين اللي عجبها؟ سمسمة مين يا ده مجنون؟ سمسمة بنت اخو سعادتك سماسم، حبيبتنا صديقة الكل، رشيقة القبض والقوام، سليلة الامجاد، سماسم السماسيم. انا مدير عام المخابرات. مدير عام المهاترات؟ المخابرات. انا اللي اعرفه ان السمسمة مدفعية، اول مرة اعرف انها مخابرات. بقول لك مدير عام المخابرات، يعني المسؤول عن امن البلد من المجرمين امثالك. حضرتك مدير عام المخابرات مظبوط. وجاي هنا عشان المجرمين امثال انا. بالظبط. احي القوات تتقهقر. الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ملحقش لا كوارع ولا نيله. شوف يا شاطر. ايوه يا باشا. انا لما يتقال اسمي في اي مكان الرجاله يغمى عليها والاطفال ترجع تاني لبطن امها. اوعى تقول اسمك يا باشا، لان امي ميته مش هلاقي حته انام فيها بصراحه. ولو اتسمع صوتي في اعلى عماره تنهار في ثواني. اوعى تزعق يا باشا، العماره قديمه والسكان غلابه عن المعروف. عشان كده انا جاي لك بنفسي عشان اقعد معاك شويه ادردش معاك، ودي حاجه من النادر ان انا اعملها. يا باشا ده منتهى الشرف ليا ان انا ادردش مع سعادتك، وبعدين واضح انك انت راجل سكره، واكيد الدردشه معاك هتبقى عسل. يبقى لو جاوبتني بسرعه وبصراحه على اسئلتي هتختصر المسافه، لكن لو استخدمت اللوع هضطر بقى اخدك هناك على الاداره بتاعتنا، وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما انت شايفني كده، لا. امال هشوفك ازاي يا باشا؟ لا، هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر. نزع الاظافر؟ ده الريسبشن. نزع الاظافر وهو نظافه، بدل ما نقعد نقص كل شويه تشيلوها احسن. نزع الاظافر وهي ملهاش لازمه، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني. نزع الاظافر. بعد كده تعدي على اداره سلخ الجلد من اللحم. سلخ الجلد من اللحم، والعمليه دي طبعا بتحتاج نفخ في الاول. ضروري. بدل في سلخ لازم يبقى في نفخ. انا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانه. بعد كده تعدي على اداره الكلاب المسعوره. احنا متشكرين قوي، ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والاظافر في كمان كلاب مسعوره. وفي الاخر بقى خلاص يا باشا، هيبقى في اخر منين؟ هي اداره واحده من دول توصل لعزرائيل على طول، وان شاء الله مش هنحتاج اي حاجه من دي. هو فيها ليه؟ انت جاي هنا ليه؟ شوف يا زلمه. ايوه يا باشا. انا جاي لك دلوقتي اقعد معاك قعده اخ مع اخوه. واضح يا باشا. صديق مع صديقه. ما دي صداقه يا باشا، انك انت تريح على قفل صاحبك. مواطن شريف مع مواطن شريف زي ده كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهايه ايه؟ في النهايه محدش واخد مننا حاجه وكلنا هنموت. مظبوط.
هو اللي مظبوط ده هموت انا طبعا. اعمل لك كوبايه شاي تقيله يا باشا. مالوش لزوم. احسن عشان ما عنديش، اجيب لك حاجه الساعه برضه مالوش لزوم. برضه احسن عشان معيش فلوس. معكش فلوس ازاي؟ ده انت بتشتغل ممثل. انا ممثل مبتدئ لسه على قد يا باشا. يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟ انت مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟ مين مشخص يا شيخ فشخت بتاع انت عايز مين؟ يا سعاده يا باشا انا راجل تافه، انا ماليش اي علاقه بالسياسه، حتى الجورنال ما بقراهوش. ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسه البلد. لا يا فندم انا ما بقروش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمه اكلها احسن. قول لي ياض. ياض قول لي ياض. ياض انت تعليمك ايه يا دلبل؟ انا الاول يا فندم كنت في معهد التلحين تحت الميه. نعم يا اخويا. المعهد العالي للتلحين تحت الميه، يغطسونا في ميه ونقعد نعزف على الات موسيقيه ونغني، بس هم رفضوني. رفضوك ليه؟ ما كانش عندي مايوه. وبعد كده؟ بعد كده رحت المعهد الزراعي الصناعي التجاري لاعداد القاده الفنيين والكوادر الاداريين والتشطيب النظيف تحت السرير. مده الدراسه فيها دي 17 يوم يا سعاده الباشا، بس انا ما كملتش. ما كملتش ليه؟ والله الظروف الاقتصاديه كانت صعبه شويه يعني. انا عايز الحكومه تدفع 6 ساغ ونص. قارورة على الميديا ودى. بس انت وهو تقدر تقول لي ايه اللي ودى المنديل ده عندها في شقتها؟ انا هقول لك على كل حاجه بصراحه بقى. اتفضل. بصراحه اصل هي لا انت بتكرهني ليه يا موسوليني يا اخي كده؟ يا ابني مفيش حد بيكرهك، بس رد على الاسئله. هي لما فتحت لي الباب حقيقه يعني كانت كده. يعني ايه كده؟ يعني كانت كده. يا ابني اتكلم وقول خلصني بقى. كانت لابسه من غير هدوم. كانت لابسه ملابس داخليه شفافه، انا اتكسفت يعني، طلعت المنديل انشف عرقي، فالظاهر من لبختي وقع مني، نسيت اجيبه، ده اقتراحي في القضيه يعني. اللي محيرني اللي هو كان نضيف ساعه ما طلعته من جيبي بقى بيه. استاذ سرحان عبد البصير. نعم. احنا متشكرين قوي. ايه ماشيين كده من غير فنجان قهوه ولا حاجه؟ لا ازاي، هي دي تيجي، بس القهوه دي بقى هتشربها انت عندنا. لا يمكن، ده واجب. طب عشان موسوليني طيب وسكرنو والاخوه الاعداء دول يعني. معلش ما تزعلش نفسك. شاويش حسين افندم لبسوا الكلبشات في ايديه. حاضر يا فندم. ثانيه واحده. يا سلام فرحان قوي عشان هتلبسوا الرين. هي الشلنكبات بعيد بقى يا موس، وانت كمان يعني عايز دوريه كبيره عشان دي الشلنكبات مش اي كلام فارغ. هاتوا يلا. الكور الكتيره دي للزميله المبجله مديحه ابو العنين. يلا حالا بالا فعلا حي ابو الفصاد، هيكون عيد ميلاده الليله اجمل الاعياد، هل يحيى ابو الفصاد. ميرسي يا سرحان. كل سنه وانت طيبه يا نسا مديحه. الله يا سرحان قولها لي كمان مره. كل سنه وانت طيبه يا نسا مديحه، والسنه الجايه نفرح بيكي وانت ببيت العدل. يا رب يا رب يا رب. ولا انت مسروعه قوي ليه يا نسا كده؟ اقولها لك كمان. يا ريت. كل سنه وانت طيبه، والسنه الجايه نفرح بيكي وانت جايه من الحجاز. مالك يا سرحان؟ لا الظاهر في شويه برد في عينيا تعبني شويه. لازم ما نمتش كويس امبارح. انا كمان من ساعه ما كنا مع بعض في الاستوديو ما نمتش، اصل ساعات الفرحه بتطير النوم من عين الواحد. انا الفرحه طيرت عينيا خالص. اصل امبارح. ايوه يا سرحان، حصل ايه امبارح؟ امبارح مش كنت بايت مع جماعه اصحابي؟ كنا بايتين في اوضه متر في متر وربع كده. واحد صاحبي شاويش دخلنا عليهم وقفل علينا بالمفتاح وروح هو بقى. هما مش اصحابي قوي الحقيقه، اول مره اتعرف عليهم يعني. واحد اسمه سلومه الاقرع، وعلي المفش، وزكي بلاميطه. انا اول ما دخلت بقول لهم بونسوار. ما شفتش الدنيا دي شكلها ايه.
لقيتهم هما الثلاثه راحوا قايمين وراحوا جايين عليا كده وراحوا ايه؟ يلا هما هيروحوا من ربنا فين؟ انا طبعا ما نمتش طول الليل الحقيقه، خرجت الصبح روحت كان نفسي انام، قلت ده عيب ما يصحش عيد ميلاد الانسه، رحت جبت الورده وجيت على طول. الورد، ميرسي يا سرحان. ميرسي. عجبك؟ طبعا عجبني. ب 30 قرش. ايه ده يا انسه انت حاطه شمعتين بس ليه؟ انت معكيش فلوس؟ لا معايا فلوس. لا ما معاك. لا تسمحي لي انزل اجيب 45 شمعه واجي على طول. تعالى هنا. 45 شمعة ليه؟ عشان تبقى الحسبة مظبوطة، افرضي بقية الزملاء جم الناس تقول ايه يعني؟ أنا اللي قصدي أحط في تورتة عيد ميلادي شمعتين بس، وبعدين أنا النهاردة هتم 25 سنة باليوم. ايه ده مش معقول بقى؟ إيه اللي مش معقول ده؟ مش مصدقني أجيب لك البطاقة؟ لا خليها، يمكن تحتاجيها في الاسم ولا حاجة. بس 25 سنة ده انت بعودك فارع قوي يا انسه، تيتا الله يرحمها كانت دايما تقول لي واد يا سرحان عودك فارع كده ليه يا ولا؟ عامل زي شجرة الموز العمر يا دوب ساعتين وهيشل فوق دراعين. أنا بقى عاملة زي شجرة الموز. موز ايه بقى؟ طب انا كنت قد كده. قولي شجرة لبخ. شجرة صمت. شجرة انا عكيت باين. وانا دايما اعك ونايل الدنيا بنيله كده. معلش يا نسا انا اسف، اصل انا عاده ببقى صريح خصوصا مع الناس اللي عزهم يعني الحقيقه. صحيح يا سرحان، يعني انت بتعزني؟ ايه؟ يعني انت بتعزني؟ انا عز خلق الله كلهم. اقوم اجيب الشمع من فضلك عشان خاطري طاع. أنا اللي قصدي أحط في تورتة عيد ميلادي شمعتين بس. وش معنى شمعتين بالعدد يعني؟ ما يبقوش طورة ليه؟ يعني ما أنتش عارف؟ يعني أنا بغير من الحتة دي. يعني أنا لو أعرف أنكر ليه يا أنسة يعني؟ أنا أقول لك. أيوه فندم. أصل الإنسان ضروري في يوم عيد ميلاده بيبقى طاير على جناح الأمل، وبيتمنى إن السنة الجديدة تيجي عليه وهي مليانة أفراح وسعادة وحب إيه حكاية القلع اللي ماشية في البلد اليومين دول؟ الله، انت تقلعيني القميص وحسين يقلعني البنطلون. ايه العالم مش طايقه تشوف بعض لابسه ليه؟ كل ما اروح حته الاقي قلعه الاقي قلعه، وانا مش عايز اقول ايه اللي حصل في التخشيبه بصراحه بقى. انت كلميني كلمتين تقلعيني القميص، حسين يكلمني كلمتين يقلعني البنطلون، مش عارف مين يكلمني كلمتين يقلعني مش عارف ايه، اكلم 5 6 انفار الاقي نفسي طرزان. انا بقى سيب القميص. انا مش عايزه القميص. امال عايزه ايه؟ عايزه اقول لك ان الانسان يعني انسان اللي بهدوم ولا من غير هدوم؟ اللي بهدوم. ماله بقى؟ محترم طبعا محترم. طبعا. بيحط شمعة تانية جنب شمعته، رمز العمر الجديد واللحظة الجديدة اللي بيتولد فيها الأمل. طيب عقلك ده انت اتضح انك انت شاعرة كبيرة قوي يا انسة. قال الانسان لما يبقى